يا اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده هقول لكم على روتين للجسم اقل من 50 جنيه. الروتين دوت حلو جدا، انا دايما بمشي عليه وبجد يعني بيطلع لي افضل نتيجه في كل حاجه. فيلا بينا نشوف ايه هو على السريع كده. اول حاجه الشاور. الشاور زي ما انتي حابه وزي ما انتي بتستخدمي. انا اخر شاور لقيته هو ده فحبيت اجربه. هو يعني عايزين ريفيو عن الحاجات دي بقى؟ لا، الريفيو ده في وقت تاني. بس هو سعره 35 جنيه، وفي سعر واحد تاني اسمه فريدة كان ب45. انا بحس ان فريدة احسن من ده بصراحة. طيب ايه تاني؟ السكراب كمان بتاع ستاركي حلو جدا جدا، وبرده بيقضي الغرض جدا. لانه اي سكراب بينفع جدا للجسم، اي نوع سكراب بينفع للجسم. جسم كله ما عدا الاماكن الحساسه يعني. فده بالنسبه لي حلو جدا. في اماكن بتبيعه 15 وفي اماكن بتبيعه 20. طيب ايه الحاجه اللي بعد كده؟ وهو الترطيب. انا بحب جدا جليسوليد، ده ممتاز ممتاز ممتاز. حلو جدا يا بنات، وبجد بيرطب البشره جدا جدا. وبستخدمه طبعا بعد الشاور، كل مره بعد الشاور لازم استخدم مرطب يكون كويس. طيب في حاجتين بقى عايزه اكلمكم عنهم، وهو البودي ميست او السبراي. البودي ميست او السبراي بالنسبه لي مهم جدا. بعد ما بحط الترطيب بحطه هو على طول. وكمان ده سعره مش هيعدي ال25 جنيه. فهو بجد حلو جدا. وممكن تشوفي اي نوع تاني انت حباه. وطبعا الروتين ده في كل واحده بتشوفي الفيديو دلوقتي ليها مختلف تماما. فانا عايزه كل واحده فيكم تقولي تحت الفيديو انت بتستخدمي ايه بالظبط في روتين الشاور بتاعك. اخر حاجه عايزه اوريها لكم، وهو الكريمات اللي بتبقى موجوده مع البرفيوم اللي بتيجي مثلا من ماي واي او بتيجي من اي براند. بتبقى حلوه جدا لانها بتاخد ريحه البرفيوم جدا. فانت قبل ما تحطي البرفيوم بتحطيها وبعدين بتحطي البرفيوم عليها، بتبقى خطيره بجد يا بنات. وانا دايما بحبها. ف قولي بقى تحت في الكومنتات بتحبوا تستخدموا ايه في الحاجات دي كلها. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.